السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد علي من قناه هنجرب وفيديو جديد. وانا ماشي كده في السوبر ماركت فعيني جت على ثلاجه اللحوم المجمده او اللحوم المصنعه. انا في العادي انا ما بجيبهاش وما باكلش منها، بس في القناه هنا احنا بنجرب اي حاجه لان في طبعا مستهلكين الموضوع ده. فلفت نظري ان انا لقيت في حاجه اسمها بيف برجر وحاجه اسمها ستيك برجر. فشدني الاسم ده وشدني كمان السعر لان تقريبا ضعف، فقلت لازم نجيبه ونجرب ونشوف هل في فعلا فرق ولا ده فرق اسماء وماركتينج وتسويق وكده يعني. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه. يلا نبدا الفيديو. لقيت في التلاجة نوعين البرجر ودول من شركه حلواني يا اخوان. نوع اسمه ستيك برجر والنوع التاني اسمه بيف برجر. اللي شدني حاجتين، ليه ده اسمه ستيك برجر وده اسمه بيف؟ وده بيف برجر ده العادي اللي كلنا بنجيبه او الناس بتجيبه وتعمله في البيت وتقليه وكده، لكن ده ليه اسمه ستيك؟ وبعدين في حاجة تاني، دول 4 قطع ب100 جنيه وده 8 قطع ب54 جنيه تقريبا. لحظة كده، ب54 جنيه. فتقريبا هنا القطعة ب25 جنيه وهنا القطعة 13 جنيه ونص تقريبا، يعني القطعة دي بنص سعر القطعة دي. تعال نشوف الأول ايه المكتوب على العلبتين. الستيك برجر مكتوب المكونات: لحم بقري حلال مجمد، كربوهيدرات، مواد لبنية، محسنات نباتية، توابل، ملح، فوسفات، جلوتومات وصوديوم. جلوتومات صوديوم. طيب الوزن 150 جرام للقطعة تقريبا، يعني دي قطعة كبيرة. وأفضل طريقة للطهي: يوضع برجر الستيك على الشواية على حرارة متوسطة مع التقليب باستمرار على الجنبين. يعني مفيش طريقة طهي معينة أو طريقة تسوية معينة. طيب تعال نشوف التاني، البيف برجر. البيف برجر برضو لحم بقري مجمد حلال، كربوهيدرات، مواد لبنية، محسنات نباتية، ملح، توابل، جلوتومات صوديوم برضو نفس الكلام. القطعة 50 جرام. طب قبل ما ندخل المطبخ تعال نفتح البوكسين دول ونشوف شكل البرجر عامل ازاي. تعال نبدأ بالغالي ده. في ريحة توابل كده طلعت وانا بفتح العلبة، فهو بيجي كده. لا ده كل واحد، يا سلام، كل واحد كده، كل اتنين كده بيجوا في كيس مع بعض. طب ده شكل البرجراية، يعني سميكة وريحة اللحمة ظاهرة. تعال نشوف التاني. برضو نفس الفكرة، كل اتنين، بس ايه الحجم ده؟ يعني ايه ده؟ لا هنا ريحة اللحمة اقل شوية، وده شكله هو تقريبا نفس اللي فات يعني، بس ريحة اللحمة يعني ايه، اهدى شوية. المهم تعالوا نروح على المطبخ، ناخد واحد من هنا على واحد من هنا ونرجع نقيم. ورجعت لكم تاني بعد ما قلينا البرجر. فطبعا زي ما انتم شايفين الفرق جامد جدا، تقريبا الصغيرة دي كشت
لكن الكبيرة ما اعتقدش خالص ان هي كشت. طيب انا متحمس جدا ان انا اشوف هل في فعلا فرق في الطعم ولا الموضوع كله فرق في الحجم بس. طب تعال نجيب سكينة عشان نقطع كده ونشوف من جوه. تعال نبدأ بالصغيرة. والله ريحتها حلوة يعني مش وحشة، التوابل ريحتها كويسة. وده شكلها من جوه. تعال ندوق. طب انا حاسس بطعم اللحمة ضعيف خالص. التوابل قوية وظاهرة بس طعم اللحمة حاسه ضعيف جدا. تعال نشوف بقى الكبيرة دي اللي انا متحمس لها. بصوا كده ما شاء الله. انا متفائل. تعال ندوق. بسم الله. بان اوي الفرق، يعني ده فعلا فول صويا او يعني نسبة كبيرة فول صويا، لكن دي فعلا لحمة. حتى قطعية القطمة نفسها باين فيها قطعة اللحمة مع الدهون. طعم التوابل حلو قوي، يمكن حادق سنة بسيطة كده بس يعني في المجمل لا قوي جدا. لا فعلا الكبيرة دي تستاهل سعرها وتستاهل ان هي تبقى كلمة ستيك. يمكن كلمة ستيك عشان جاية من ان هي لحمة صافي، مش عارف. اللي عنده معلومة عن الموضوع ده يكتب لنا في الكومنتات. واكتبوا لي في الكومنتات هل انتم من الناس اللي هي بتاكل الحاجات المصنعة دي سواء حلواني او الشركات التانية، ولا زي كده كل فين وفين لما بتجربوها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، فيديو سريع خفيف حبيت اشارككم التجربة. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية. ولو بتتفرج من على الفيسبوك اعمل لايك ومتابعة للصفحة وشير للفيديو. وشكرا لكم. سلام.